أكلة النهاردة من الأكلات اللي ليها شعبية ومحدش بيقدر يقاوم طعمها أبدا، ونحب دايما نعملها والبيت فيه لمة حلوة كده وكلنا متجمعين. الكشري المصري الحلو بتاعنا ده هنعمله بكل تحابيشه وتفاصيله اللي هتطلعه معانا مفلفل وريحته وطعمه ولا أجدعها محل كشري. وهنحاول برضه نعمله بأقل كمية حلل ومواعين. قبل ما نبدأ في عمايل الكشري هنجهز بس الحاجات اللي هتحتاج مننا نقع ووقت زيادة شوية. جبت كوبايتين من العدس البني، العدس بجبة اللي هو بنستعمله للكشري. هنغسله كويس وبعدين نحط عليه كمية مية تغطيه بزيادة، وهننقعه بقى ساعتين تلاتة انتوا وقتكم. وبرضه اغسلوا الرز ونقعوه. هنستعمل كوبايتين من الرز، يعني انا بحب احط الرز قد العدس او بيزيد حاجة بسيطة لاني بحب طعم العدس يبقى باين اكتر. زودوا الرز طبعا زي ما تحبوا، وسيبوه منقوع في المية ساعتين او اكتر، مش هيحصل له اي حاجة. خطوة النقع دي بتخليه مفلفل وحلو قوي. ولو هتعملوا حمص يفضل ننقعه قبلها بيوم أو على الأقل قبلها ب3 ساعات. نبتدي بقى دلوقتي في عمايل الكشري، وأول حاجة لازم نبتدي بيها هي تحمير البصل، لأننا بنستخدم زيت التحمير تقريبا في كل حاجة هنعملها. جبت كيلو من البصل ويفضل يكون بصل أبيض، وهنقطعه لشرايح رفيعة قوي على قد ما تقدروا. كل ما كان متقطع رفيع كل ما هيبقى مقرمش أكتر. حطيته في مصفى وتحتها طبق، وحطيت عليه معلقتين نشا على دقيق، وهقلب بقى فيهم البصل يتغلف كله كويس قوي. ونحرك البصل كده كأننا بننخله عشان أي دقيق زيادة موجود ينزل. ونجيب بقى طاسة عميقة أو حلة، أنا استخدمت الحلة اللي هعمل فيها الكشري، ونحط فيها كمية كويسة من الزيت. نسيبه لحد ما يسخن كويس وبعدين ننزل بالبصل. ما تحطوش كمية كبيرة من البصل مرة واحدة، قسموها على مرتين كده ولا حاجة عشان يتحمر كويس وياخد كله لون واحد. وكل شوية قلبوه تقليبة لحد ما يوصل معاكم للون الذهبي الحلو ده. نطلعه على طول على مصفى، وما تحمرهوش زيادة عن كده عشان لونه لسه بيغمق شوية لما بيطلع. أول ما نطلعه نرش عليه رشة بسيطة كده من الملح ونقلبه فيها. ولما يتصفى خالص من الزيت افردوه بقى على مناديل وسيبوه مفرود عليها عشان يفضل مقرمش. نصفي الزيت ونحطه في حاجة أصغر ونسيبه بقى على جنب شوية. الخطوة اللي بعد كده هنسلق العدس. في الطبيعي بعد ما بنحمر البصل بنعمل بقى أكتر من حاجة في نفس الوقت عشان ننجز، وعشان كله كمان في الآخر يستوي مع بعضه ويبقى سخن. لكن دلوقتي بنعمل حاجة حاجة علشان تبقى الحاجات مترتبة معاكم، وفي نفس الوقت ما نستهلكش حلل كتير. هنحط بقى العدس بعد ما صفيناه من ميته، وهنحط عليه مية سخنة بتغلي تغطيه بكمية كويسة. ونحط عليه فصين من الثوم المفروم ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونسيبه لحد ما يستوي كويس، يعني يبقى مستوي حلو بس محافظ على شكله مش مهري على الآخر. نصفيه بقى من ميته وخلوا المية دي هنحتاجها ما ترموهاش. لو عايزين تعملوا العدس زي عدس المحلات يبقى لونه مجرب كده شوية ومهري خالص، بعد ما بنسلقه بنصفيه كويس قوي من ميته، ونحطه في طاسة أو في حلة، ونفضل نقلب فيه واحنا بنضغط عليه، يعني نقلب فيه لحد ما يتبخر من كل ميته. فبراحتكم اعملوه زي ما تحبوا، زي طريقة المحلات أو زي ما احنا بنعمله دلوقتي، واحنا لسه كمان هنكمل تسويته. العدس ما بياخدش وقت كتير في التسوية، يعني بعد ما يخلص نسوي الحمص في نفس الحلة عشان ما نعملش مواعين كتير. دلوقتي بقى هنسلق المكرونة في نفس الحلة اللي عملنا فيها البصل. هنحط المية وأول ما تغلي نحط فيها معلقة كبيرة من الملح وننزل بالمكرونة. بنستخدم في الكشري نوعين من المكرونة: المكرونة الصغيرة قوي دي اللي هي المرمرية أو بتسميها الحلقان، والمكرونة الاسباجيتي. هنكسرها بقى ل3 عشان تبقى صغيرة، عشان الكشري بيتاكل بالمعلقة فنعرف نطلع معاه المكرونة في المعلقة. استخدمت تقريبا نص كيس من كل نوع. هنسلقها بقى 3/4 سوا بس، خلوها يبقى فيها سنة قرمشة بسيطة. نصفيها من ميتها ومش بنغسلها، وهي سخنة كده هنحط عليها شوية حلوين من زيت تحمير البصل ونقلبه فيها كويس قوي. وخلاص كده بقت جاهزة، نسيبها بقى على جنب شوية. وفي نفس الحلة هنحط تقريبا ربع كوباية أو أكتر شوية من زيت تحمير البصل، وهنحمر فيه كوباية من الشعرية. نحمرها لحد ما تبقى معانا باللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده نضيف عليها كوبايتين من الرز اللي احنا نقعناه في الأول، نصفيه من ميته ونحطه عليها. ونقلب بقى الرز مع الشعرية كويس قوي، عايزينهم يتشوحوا حلو، ميبقاش فيهم أي رطوبة خالص. هنتبلهم بمعلقتين صغيرين من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ورشة فلفل أسود، ونكمل تشويحهم بقى على نار هادية لحد الرز ما يخرفش معاكم في الحل. نضيف بقى عليهم مية سلق العدس، ولأنها كانت قليلة شوية زودت شوية صغيرة من المية العادية، المية المغلية.
مَيّة سلق العدس دي بتدّي للكشري طعم ولون حلو أوي، ما تزوّدوش المَيّة، يعني يا دوب تبقى على وش الرز. نقلّبه ونضبّط بقى طعم الملح والكمون لو احتاجت أي حاجة نزوّدها. وأول ما تغلي وتتشرّب شوية من مَيّتها، نقلّبها تقليبة واحدة بس، وبعدين نضيف عليها العدس، نغطّي بيه وش الرز كُلّه. الطريقة دي بتخلّي العدس يكمّل تسويته على نار هادية، وفي نفس الوقت ما بتبخّرش المَيّة اللي في الرز، فنحتاج نزوّد مَيّة تاني، هو هيستوي على كمية المَيّة الصغيّرة اللي إحنا حطيناها. نهدّي بقى عليه النار خالص ونغطّيه ونسيبه لحد الرز ما يدخل في التسوية، ونرجع بعد كده نقلّبه بقى تقليبة مع العدس كُلّه يختلط مع بعضه، وخلاص نسيبه بقى تاني نغطّيه ونسيبه تاني يكمّل تسويته على نار هادية. وفي الوقت ده على بال ما الرز يكمّل تسويته، هنعمل بقى تحابيش الكشري، ودي بنحتاج لها شوية توم حلوين، عايزين نفرمهم طازة عشان يبقى طعم التوم وريحته موجودين لسه فيه يعني. هنبتدي أول حاجة بالصلصة، في حلة هنحط 3 معالق كبار من الزيت، وعليهم هنحط معلقة توم حلوة كده كبيرة مليانة، نقلبها في الزيت تتشوح وريحة التوم تطلع وتاخد لون خفيف. نضيف عليها بقى معلقة صغيرة مليانة من الكزبرة، ونشوحهم مع بعض ثواني بس التوم ياخد لون ذهبي وريحة الكزبرة تطلع. نضيف عليهم 3 معالق كبار مليانين من الخل، ونسيب الخل لحد ما يغلي غلوة واحدة بس عشان ما يبقاش حامي قوي، ونضيف عليهم معلقة كبيرة مليانة من صلصة الطماطم، نقلبها برضو معاهم ثواني بس، وبعدين نضيف عليهم الطماطم معصورة ومتصفية. الكمية دي شفشق الخلاط كله، أنا مليته وضربته من غير مية خالص، كنت قطعت القوطة صغير قوي عشان تبقى سهلة معايا في الضرب. هنتبلهم بقى بمعلقة صغيرة من الملح والكمون والسكر، واختياري للي حابب ممكن نحط مكعب خضروات، بيدي طعم حلو قوي للصلصة، لكن عادي لو مش حابين ممكن نستغنى عنه. واخر واهم حاجة هنحط شوية حلوين من البصل المتحمر، كسروهم بايديكم بسيط كده وحطوهم. شوية البصل دول بيدوا للصلصة طعم رائع. قلبوهم بقى معاها وظبطوا طعم الملح والتوابل زي ما تحبوها. هنسيبها تغلي وتتسبك بسيط 10 دقايق كده ولا حاجة، لحد ما تبقى معانا بالقوام ده، مش محتاجينها أتقل من كده، كده مظبوطة قوي. نطفي بقى عليها ونعمل زيت الشطة، هناخد برضو شوية حلوين من زيت التحمير ونحط عليهم معلقتين كبار مليانين من الشطة، وحطيت كمان معلقة من بذور الفلفل الحار. نقلب بقى كله مع بعضه ثواني بس، وخدوا بالكم عشان الريحة اللي بتبقى طالعة بتبقى قوية جدا. وبعدين هنضيف عليهم كبشة أو اتنين من صلصة الكشري، يغلوا غلوة واحدة مع بعض ونطفي عليها على طول، وبس كده بقت جاهزة خلاص. آخر حاجة بقى هنعملها دقة الكشري، عايزين معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم، وهنحط عليها كوباية من المية المغلية، وربع كوباية من الخل، وعصير ليمونتين، ومعلقة صغيرة ملح وكمون وكزبرة. قلبوهم مع بعض وظبطوا طعم الملح زي ما بتحبوه. وكده خلاص كل حاجة بقت جاهزة معانا. نبص على الرز هنلاقيه خلاص استوى كويس قوي، وفي نفس الوقت مفلفل مش معجن، وريحته وطعمه بقى يجنن. هنجيب بقى مصفى كبيرة ونفرده فيها عشان يتهوى شوية، عشان ما يستويش زيادة وهو في الحلة، وعشان يفضل مفلفل معاكم بالشكل ده. أنا عن نفسي بقى ممكن آكل الرز بالعدس والشعرية ده وهو سخن كده لوحده من غير أي إضافات، يعني ممكن أعمل الأكلة دي من غير ما أكمل بقية عمايل الكشري كلها، بيبقى طعمه رائع. نجهز بقى أحلى وأطعم طبق كشري. أول حاجة بنحطها في الطبق هنحط الرز، وبعدين نحط عليه المكرونة، وبصوا بقى المكرونة مفلفلة ومفرطة كده من بعضها مش معجنة، شوية الزيت اللي حطيناهم بيخلوها تفضل كده مفرودة كده ومفرطة من بعضها، وبيدوها كمان طعم حلو قوي. نحط بقى الصلصة بتاعتنا ونخلي بقية الكمية، يعني ما نحطش الكمية كلها على الوش، نحط شوية بس نزين بيهم الوش، والباقي هنخليه بره للي حابب يزود في طبقه. وشوية من الحمص على الجوانب كده، وشوية دقة صغيرين، والباقي ده كله يتحط بقى ايه في ازايز في اطباق زي ما انتوا عايزين، يبقى موجود جنب طبق الكشري، اللي عايز يزود براحته. واخر حاجة هنحط بقى البصل المقرمش ده على الوش، ممكن نحط بسيط قوي من الشطة، ودي بقى بتبقى اختياري نحطها في الطبق على حسب الرغبة. وكده خلاص الطبق بتاعنا بقى جاهز، بدون مبالغة هتاكلوا أحلى طبق كشري، طعمه بجد رائع. جربوه ومش هتندموا أبدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما، وأشوفكم على خير.